التطبيقات بتاعه الاي اي في الصناعه بقت عنيفه جدا. كويس. في تطبيقات من اشهر التطبيقات بتاعتها في الحته بتاعه البريدكتيف مينتنس، دي تطبيقات كبيره جدا. في الحته بتاعه الكواليتي امبروفمنت او كواليتي انسبكشن، دي تطبيقات كتيره. يعني ايه اي الاول؟ تمام. ايه اي؟ هو انا عايز اعمل حاجه اسمها ميميك للهيومن برين. اكاد اجزم ان 70-80% من اللوسس اللي انت ممكن تحصل لك في الافيلابيلتي انت مش هتحس بيها. مش هحس بيها مش هتحس بيها في الافيلابيلتي. ليه؟ لان اغلبيه اللوسس بتبقى جايه في حاجه اسمها الماينر ستوبج. في بعض العلوم انت لازم يبقى ليك منتور وانت بتشتغل فيها. الاي تي ده يعني مصطلح معناه الانترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء. تمام. زمان انا كان عشان اقدر بكونكت الموبايل بتاعي بالانترنت، بكونكت اللابتوب بتاعي، صح؟ الموضوع دلوقتي عدى الحدود دي خالص. اهلا بحضراتكم في اركيدتو جنبه بودكاست. اركيدتو جنبه بودكاست هدفه ان احنا نعمل ثينك تانك نربط فيه ما بين خبره المهندسين الطلاب وحديث التخرج مع خبره سينيور ليدرز موجودين في المجال الصناعي في مصر والعالم العربي. معانا النهارده ضيف يعني عزيز على القلب، مهندس محمود عصفور. هو انا بصراحه بعتبره استاذي. مهندس محمود لما بيتكلم نحاول نسمع عشان نتعلم منه. طيب احنا يعني حابين ندخل مع حضرتك بقى في نقطه جديده شويه، تكنيكال شويه، في الحته الخاصه بالدراسه اللي حضرتك بتعملها حالا في الماجستير والدكتوراه. دكتوراه صح كده؟ ان شاء الله. اللي هي الاي اي مع تمام. الهندسه الصناعيه. تمام. الاي اي هو دلوقتي ترند عموما يعني. صحيح. فهل بقى ازاي نقدر نوظف الاي اي في الهندسه الصناعيه؟ بص، خليني اقول لك يعني ايه اي الاول. تمام. ايه اي؟ هو انا عايز اعمل حاجه اسمها ميميك للهيومن برين. بمعنى انا عايز الموديل تاخد قرار لوحدها، صح كده؟ طيب، الاول برضو عشان احنا نبقى شايفين الكلام بشكل كبير، الاي اي وصل لفين؟ الاي اي اغلبيه التطبيقات بتاعته هو بيتعلم. حاجه بتتعلم من الداتا، يعني ده الفيز اللي احنا موجودين فيه. تمام. التطبيقات بتاعت الاي اي في الصناعه بقت عنيفه جدا. كويس. في تطبيقات من اشهر التطبيقات بتاعتها في الحته بتاعت البريدكتيف مينتنس، دي تطبيقات كبيره جدا. في الحته بتاعه الكواليتي امبروفمنت او كواليتي انسبكشن، دي تطبيقات كتيره. في السبلاي تشين دي تطبيقات كبيره. لو انا عايز النهارده يعني ابريدكت الليد تايم هيكون قد ايه، واوبتمايز ريسورسز معينه او روتس معينه او الكلام ده كله، دي تطبيقات كتيره جدا. حتى ان كيس لو انا النهارده في السيفتي، لو انا النهارده مركب اي اي او حاطط اي اي الجوريزم على الكاميرا بتاعتي، فانا اقدر اديتكت واعمل نوتيفيكيشن واعمل بريتكشن. كل الكلام ده انت تقدر تعمله او تقدر تشوفه بتطبيقات الاي اي. من التطبيقات الكبيره زي ما اتكلمنا في الحته بتاعه البريدكتيف مينتنس، ان دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا بركب سنسورز على المكنه بتاعتي. حاجه بتقيس فايبريشن، حاجه بتقيس تمبريتشر، حاجه بتقيس امبير. وبعمل حاجه اسمها او الفينجر برينت بتاع المكنه، البصمه بتاعت المكنه. وفي تكنيكس زي حاجه الانومالي ديتكشن. الانومالي دي معناها ايه؟ معناها شذوذ او انحراف زي ما تسميه. فانا المكنه بتبقى لها باترن معين، اول ما يحصل الانحراف ده او الشذوذ ده تبتدي تبعت لك ايه؟ نوتيفيكيشن. والموضوع بيتطور شويه شويه، ان احنا هيبقى عندنا حاجه اسمها البريسكريبتيف مينتنس، اللي هي التوجيهي. يعني ايه توجيهي؟ يعني انا مش بس بقول لك ان المكنه بتاعتي دي ممكن يحصل فيها فيلير، او اللي انا بعمل سكيدولينج للاكشن اللي انا هاخده. لا، ده انا ممكن كمان ان انا ريكومند الطريقه اللي انا هصلح بيها. فبتنقل من بريك داون لبريفنتيف لبريدكتيف لبريسكريبتيف. فالتطور بيحصل بشكل كبير جدا. فانت كراجل مهندس هندسه صناعيه لازم تبقى مدرك ده، ولازم تبقى فاهم التول دي بتحصل ازاي. تمام. كل دي ده من احد التطبيقات المهمه جدا، اللي هي الجزئيه الخاصه ايه؟ بالبريدكتيف مينتنس. في الكواليتي انسبكشن انت بتقدر دلوقتي تعمل كواليتي انسبكشن، ومش بس في مجال الصناعه، في مجالات اخرى. يعني انت النهارده في المجال الطبي التطبيقات بتاعه الاي اي بقت عنيفه جدا، ان انا اقدر اعمل كلاسيفيكيشن للمرض بتاعي اللي موجود في الاشعه.
فده بقى يدي هاند قويه جدا. فالاي اي اصبح تول انا متخيل ان هي في فترات وجيزه جدا، تمام. التولز دي اللي مش معاه التول دي هيفقد شغل جزء كبير جدا من المهارات اللي هو المفروض يكون عارفها. اهم. تمام. حضرتك اتفضل. متوقع مثلًا ممكن يبقى في وظائف إيه معتمدة على الAI في الهندسة الصناعية بعد كده؟ انا شايف ان كل يعني الهندسه الصناعيه عموما احنا لما نيجي نتكلم عليها، انت ممكن تشتغل في البلاننج مثلا، ده اسمه هندسه صناعيه. ممكن تشتغل في الحته بتاعه البرودكشن والاسمبلي، ده محتاج هندسه كويس. صناعيه. ممكن تشتغل في الجزئيه الخاصه بالسبلاي تشين، ده محتاج هندسه صناعيه. في اللوجيستكس محتاج هندسه صناعيه، صح كده؟ اهم. كل دي حاجات من الهندسه الصناعيه. مضبوط. فكل الكلام ده بيستخدم الاي اي عشان يديتكت باترن ويريكومند حاجه، او يتنبأ بحاجه معينه. فكل الكلام ده الاي اي تولز دي اصبحت امبيدد جوه الهندسه الصناعيه. حتى دلوقتي لما تيجي تشوف الشركات الكبيره اللي هي بتبيع سوليوشنز كبيره جدا، بقت لازم تحط جوه الموديولز بتاعتها ماشين ليرنينج واي اي. لازم تعمل كده. إمم. ليه؟ لان في الاخر انا قلت لك ايه؟ قلت لك عايز بيتعلم. اوبتمايزيشن. إمم. انا النهارده مثلا على سبيل المثال، لو انا بشتري مكونات من شركه بره، والليد تايم ده بيختلف من مره لمره، إمم. وانا ما قدرتش اشوف باترن معين وبريدكت حاجه معينه، صح كده؟ إمم. عشان اقدر اخد قرار. كل ده بيسيف ماني، بيخلي الاكيورسي بتاعتي للعمليات بتاعتي بقت اقوى، صح؟ كل الكلام ده خلاص. يعني الاي اي بيستخدم بعنف، بس زي ما قلت لك الاي اي هو بيعتمد على التدريب. إمم. بيستخدم بعض الاوبتمايزيشن عشان يحسن الكوفيشنت بتاعه الفاكتورز بتاعته، عشان اهم. يقدر يحصل على نتائج افضل. تمام. طيب أنا المهندس الصغير أو حتى أنا أو أي حد من الناس اللي شغالة في المجال، مم. لو إحنا لسه متأخرين في موضوع الAI ده نتعلمه إزاي؟ والله انا شايف من وجهة نظري كويس جدا السؤال ده على فكرة، عشان انا يعني قعدت كده في شوية وقت، بس اكتشفت حاجة في الاخر مهمة قوي. اهم. في بعض العلوم انت لازم يبقى ليك منتور وانت بتشتغل فيها. المنتور بيسهل عليك كتير جدا. اهم. انت ممكن تجيب فيديوهات تسمعها، كويس، فاين، هتبقى عندك نوليدج، بس عشان تحول النوليدج دي لسكيلز لازم تطبق. تمام. فالتطبيق محتاج منتور. في دلوقتي مبادرات كتيرة جدا في الدولة بتعمل مبادرات كتيرة جدا للشباب الصغير، إمم. وبقى في ناس في مصر هنا كواليفايد جدا ان هي تدي كورسز في المجالات دي. وفي حاجات كتيرة جدا، بس انت زي ما قلت لك ان انت تبقى فاهم انت عايز ايه. إمم. مهم جدا ان انت تبقى فاهم انت عايز ايه، عايز توصل لفين. لان العلوم دلوقتي بقت كتيره جدا، والسورس بتاعتها بقت كتيره جدا. فانت ممكن تلاقي نفسك دخلت في دوامه، خدت شويه من هنا وقمت طالع واخد شويه من هنا، ما قدرتش تحصل حاجه، ولا الماتيوريتي ليفل بتاعتك عليت في فيلد معين. فانت لازم تبقى انت فاهم انت عايز ايه. اهم. والعلوم دي من المميزات بتاعتها ان هي خلتنا مع الدول اللي بره تقريبا على نفس الارضيه. إمم. فعقول جيده مع تولز جيده بقت افيلبل، هتلاقي في ثورات كتيره جدا 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 بتحصل، والمعارف كتيره جدا بدات تتولد عند الناس. وبقى في ناس، يعني الدوله دلوقتي في اتجاهات ان ازاي تخلي الناس تشتغل فريلانسر إمم. عشان تقدر تجيب عمله صعبه من بره. فدي كلها حاجات انت لازم الناس تستغلها والمهندسين يستغلوها، سواء جوه الكليه لسه او اتخرجوا. طيب في برضه حاجة تانية غير الAI، امم مصطلح كده بنسمع عنه دايمًا اللي هو الIoT. اه الاي تي ده يعني مصطلح معناه الانترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء. تمام. زمان انا كان عشان اقدر بكونكت الموبايل بتاعي بالانترنت، بكونكت اللابتوب بتاعي، صح. الموضوع دلوقتي عدى الحدود دي خالص. إمم. راح ان انا المفترض ان انا اي حاجه، اي شيء انا اقدر اعمله كونكشن. اهم. وده بيبان معاك فين؟ لو انت في السبلاي تشين، في حاويه جايه في البحر، فالحاويه دي ممكن يبقى عليها حاجه بتقدر انت تراك الكلام ده كله، صح. طب في الصناعه بقى، في الصناعه زمايلنا اللي بيشتغلوا في الفيلد بتاع الانفورميشن تكنولوجي بشكل عام، في الصناعه هو من احد الحاجات الرئيسيه اللي المفروض يعملها هو ايه؟
إن المكنة بتاعتك تبقى connected، المكنة بتاعتك تبقى smart، أقدر آخد منها information، أقدر مستقبلًا أعمل عليها remote access، إن أنا أقدر إن أنا في مكان بعيد، إن أنا أقدر أوقّف المكنة دي أو أشغّلها أو أدخل أغيّر parameter معيّن في المكنة. يعني خلاص الموضوع بيطلع من حيّز إن أنت لازم تبقى جنب المكنة عشان تعمل فيها action، إن أنت خلاص الموضوع ده بقى ممكن يكون موجود عن بُعد. ففي الصناعة دلوقتي إحنا بنعمل إيه؟ عندنا الphysical machines اللي موجودة دي اسمها OT operational technology. الsolutions اللي إحنا بنشتغل بيها والشركات الكبيرة بتشتغل بيها زي الERP system مثلًا بتاع شركة SAP، ده اسمه إيه؟ information technology. فأنت مطلوب منك دلوقتي إن أنت تعمل إيه؟ إن أنت توصّل الساب الOT بالIT عشان تقدر يحصل feedback ويقدر يحصل فيه زي ما قُلت لك يعني إيه relation قوية ما بينهم. فبيعمل إيه دلوقتي؟ بييجي layer هو ممكن يdirect على فكرة مباشر، بس في الصناعة الcommon إن إحنا بيبقى عندنا حاجة مثلًا اسمها MES manufacturing execution system. تمام. أنا بادير بيه كل العملية بتاعتي، تمام، ومطلوب إن يبقى في information بتيجي من الERP وinformation الERP ده اللي هو السيستم المحاسبي بس عشان الزملاء أو لا، السيستم هو يعني السيستم اللي هي بيدير enterprise resource planning بشكل عام، تمام. أو مش بس عشان الحسابات، تمام. إن الrelation دي والcommunication دي تبقى موجودة، كل التكنيكس بقى اللي بتاخد المَكَن ده وتاخد الsignals والtags اللي طالعة مثلًا من الPLC والكلام ده يروح في صورة information. الحاجات دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على حاجة اسمها الcommunication protocols. إن أنا المَكَنة دي إيه الcommunication protocol بتاعي، إن أنا باربط بيه ويبقى عندي gateways. الكلام ده كله IoT. عشان تعمله لازم تبقى فاهم برضه الحتة دي. ممتاز. أنت واخد بالك؟ وعشان تبقى عندك remote access لازم يبقى في حاجات معيّنة في الhardware لازم تكون موجودة، وعلشان لو أنت الconnectivity قطعت الinformation اللي بتطلع لك دي لازم في حاجة اسمها store and forward، وإن أنت إزاي المعلومات دي ما يحصلهاش missing، وإزاي إن أنت يعني في شغل كتير جدًا في الحتة دي، وحاجة اسمها الcloud computing، إزاي إن أنت بتستخدم الcloud capabilities إن أنت تrun models عنيفة جدًا بتاعة AI وبعدين تنزّلها على حاجة اسمها الedge، تمام، عشان الprocess نفسها تتحكم فيها إزاي وتشتغل بيها إزاي، والlatency في الdata ده إزاي تعالجه. كل ده طبعًا إحنا مش هنقدر نتكلم باستفاضة على الموضوع ده، بس كل ده IoT. أنا لازم أبقى عارف أعمل كل ده والّا أبقى فاهم السيستم نفسه وباجيب شركات بقى بتعمله لي وبتاع؟ ما فيش مشكلة خالص إن أنت تقدر إن أنت طبعًا ما حدش بيقدر يعمل كل حاجة، وزي ما قُلت لك الindustrial engineer ده أو الراجل اللي هو بيدير العملية بشكل عام هو maestro. بيlead الimprove. maestro. المايسترو ده لازم يبقى فاهم هو عايز إيه، مضبوط. لازم يبقى عارف هو عايز إيه من المكنة دي، لإن كل حاجة إحنا بنتكلم عليها دي فلوس على فكرة. يعني أنت ما هو أنا هاعمل optimization، ما الفلوس دي resource. فأنا لو أنا عملت waste في الresource ده مين هيسمع لي بعد كده؟ صح؟ فأنا عشان أجيب data وأعرف أنا عايز إيه بالضبط، وأعرف الimpact بتاعها هيبقى عامل إزاي، ولازم أعمل feasibility study للكلام ده عشان يبقى في ROI معيّنة أقدر أحصل عليها، عشان بعد كده لمّا أنت تيجي تقول أنا عايز أعمل مشروع بتكلفة قد كده، إزاي يتسمع لك، إزاي صانع القرار يقدر يسمع لك. فأنت لازم تتعلم أو بعض من الحاجات دي لازم تبقى فاهمها. والAI دلوقتي بشكل عام أنت لو عايز تعمل النهارده دراسة معيّنة أنت تقدر تدخل تسأل مثلًا حاجة زي Gemini أو ChatGPT أو الكلام ده كله، أنا لو عايز أعمل ده هاعمله إزاي، بس أنت تبقى تعرف تكتب للAI أنت عايز إيه. لإن في الآخر هو أنت مش بتسأل إنسان ويرد عليك، مضبوط. هو ليه طريقة هو معمول بيها، الalgorithm بتاعه ده ليه طريقة هو معمول بيها، فأنت مش بتكلم إنسان وبيرد عليك، أنت بتكلم حاجة عملها الإنسان بشكل معيّن، فلازم تبقى فاهم هو عملها إزاي أصلًا. وحضرتك كنت تقول لي في حاجة اسمها هلوسة الAI. طبعًا أنت ما تقدرش دلوقتي إن أنت تdepend على الAI بشكل كامل، لأ، أنت لازم تبقى فاهم إن هو زي ما إحنا اتكلمنا الAI بيتعلم، صح كده؟ عشان لو أنا بيتعلم مضبوط. فلازم تبقى أنت عارف إن هو بيتعلم. وأنا أكاد أجزم إن هو مش هيقدر يحاكي الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الإنسان، صح؟ والإنسان هو اللي عمل الAI. فأحيانًا
بيروج لينا بعض الاشياء، تمام، عشان احنا دايما نبص للامور بشكل ان انا خلاص الانسان ده الفاليو بتاعته هيقدر يريبليس الاي اي. الكلام ده، هو الاي اي عنده الكابابيلتيز نتيجه تطور الهاردوير الكبير جدا، بقى عنده القدرات الحسابيه الفائقه اللي هي تفوق الانسان. لكن هو في الاخر هو تول أداة يعني. تول، الجوريزم انت بنيه بشكل معين، محدد له حاجات معينه، بيقدر ان هو يعني ايه يمرج بعض التكنيكس مع بعض عشان يقدر يحصل على افضل ريزلت. لكن انت الانسان سيظل الانسان، وده خلق ربنا سبحانه وتعالى، فهي كده يعني. تمام. طيب احنا كان في اول الحلقه او اتكلمنا عن فكره ايه الاو اي، وحضرتك يعني قلت لك معلش هنرجع لها تاني. فاحنا يعني كده خدنا فكره عن موضوع الاي اي والاي او تي. حابين بقى نخش في الاو اي. الاو اي اولا للزملاء اللي مش عارفين ممكن حضرتك تعرفه، وبعدين نبدا نتكلم مع بعض فيه. هو اختصار لحاجه اسمها الاوفر اول equipment effectiveness. هو حاصل ضرب 3 حاجات مع بعض: الافيلابيلتي، في البرفورمانس، في الكواليتي ريت. حلو، كويس. طيب خليني الاول، احنا بنتكلم ان البنش مارك بتاعه، هو خد بالك هو بيختلف من لو انا بتكلم على repetitive manual work من automated process. بيختلف، يعني هنا ممكن يكون مثلا 85%، هناك ممكن يوصل 90-95%. ليه احنا بنقول كده؟ تمام. خليني اقول لك، لو انا النهارده بحسب ده بشكل مانيوال، اكاد اجزم ان 70-80% من اللوسز اللي انت ممكن تحصل لك في الافيلابيلتي انت مش هتحس بيها. مش هحس بيها مش هتحس بيها في الافيلابيلتي. ليه؟ لان اغلبيه اللوسز بتبقى جايه في حاجه اسمها الماينر ستوبج. ماينر ستوبج ده يعني ايه؟ 5 ثواني، في 10 ثواني، في 15 ثانيه، انت مش هتحس بيهم. انت دايما هتبقى عينيك دايما على ايه؟ على الحاجات اللي بتوقف توقيفات كبيره، حتى الدقيقه ودقيقتين انت مش هتحس بيه في البرفورمانس اكتر. فانت لو عندك سوليوشن قوي موصله على الكنترول بتاع مثلا خط الانتاج بتاعك، فانت هتقدر ان انت تمونيتور كل ستوبج بيحصل. صح كده؟ فالطبيعي ان انا ما اسمعش ان انا في ريبيتيتيف مانيوال ورك الاو بتاعتي مثلا 98%. لا، انت لما تيجي بقى تقول مثلا ان الافيلابيلتي بتاعتي مثلا 92-93%، وتيجي تبقى عندك البرفورمانس ده ليه علاقه بالستاندرد بتاع البروسيس، السرعه، الستاندرد بتاع البروسيس، وانت بتطلع قد ايه. والمفروض اصلا لو انا بشتغل في اسمبلي لاين لازم يبقى عندي ديفرنت سيناريوز. مش احنا بندرس الستاندرد تايم ونبتدي نقول اليامازومي، وبعدين نعمل بالانس للسايكل تايم ده والكلام ده كله. فانت لازم، ما ينفعش ان انا بالعماله بتاعتي اللي بتبقى حاضره معايا النهارده وفي فرق ما بينها وما بين بكره الاقي ان انا مش الاثنين زي بعض. لا، فانت ما تيجي تشوف ويبقى السيستم بتاعك بيمونيتور كل ده، والبرفورمانس بيتقاس صح، والكواليتي ريت في ناس كتيره بتاخده باشكال مختلفه. في حاجه اسمها رولد ثرو اوت ييلد، في حاجه اسمها فيرست باس ييلد. طب انت بتحسب ايه؟ هو انا عايز ايه؟ انا عايز ابين الاوفر اول اكويبمنت افكتفنس حقيقي ولا انا حاجه شكليه. تمام. فانت لما تيجي تضرب ده البرسنتج بتاع الافيلابيلتي في البرفورمانس في الكواليتي ريت، لازم تلاقي فيه لوسز بالشكل ده. صح كده؟ مظبوط. وانت كل ما هتلاقي لوس كل ما انت هيبقى عندك اوبورتيونيتي للتحسين. واحنا اتكلمنا في الاول ان انت 1% امبروفمنت في الاو ممكن يفرق معاك ملايين فعلا. ملايين حقيقي، لان كل الناس اللي شغاله دي، تمام، لما بيحصل اللوسز دي كل الناس دي اكنها ايدل، مش شغاله، ما بتطلعش. صح كده؟ مظبوط. فانت لازم تبقى فاهم ده. بلس حاجه مهمه قوي، في المدرسه القديمه الناس كانت تقول لك ايه؟ يا عم سرع الدنيا عشان الاوتبوت يطلع. ما انت لازم يبقى عندك، لازم تبقى فاهم ان انت لما تسرع زياده عن اللازم بتيجي على اولا الكواليتي هيتاثر، لان الناس مش هتقدر تعمل الاداء بتاعها بشكل مناسب. النقطه الثانيه، وبيحصل لهم حاجه اسمها اوفر بيردن، ان انت بتستهلك المورد بتاعك بس بشكل اجريسيف، فبتستهلكه شويه وبعدين بيقع منك. مظبوط. صح كده؟ الكلام ده على سكيل ايه؟ على كل السكيلز، عماله، ماشينز، كل الكلام ده انت لازم تبقى فاهمه بشكل كويس.
فمهندس الهندسه الصناعيه الشاطر بيبقى فاهم التريد اوف ما بين البارامترز وبعض او الفاكتورز وبعض، او حتى الخارج اللي هو عايزه. انا عايز انتاجيه او عايز انتاج، وعايز في نفس الوقت كواليتي، صح كده؟ مظبوط. صح، مظبوط. لان ده بيأثر عليك في كل الكلام ده. مهم. بس فهي الحته بتاعت ان احنا يبقى عندنا ديجيتال سوليوشن بيقدر يمونيتور الكلام ده، كل ده اصبح مانداتوري في الصناعه حاليا. مهم. انت واخد بالك؟ وزي ما قلت لك انت لازم تبص كمهندس هندسه صناعيه على الفور برسبكتيفز بتوع البالانس سكور كارد. عايز انتاج مع الحفاظ على الجوده internally واكسترنالي عند العميل، عايز انتاج وعايز احقق الفاينانشال كي بي ايز بتاعتي. لازم الناس اللي عندي تتدرب كويس عشان تقدر تعمل ده في الليرنينج اند كروس. فانت لازم تبقى شايف كل الحته دي. انت شخص مكتوب عليك ان انت تبقى باصص دايما 360 درجه، تبقى شايف كل الحاجات اللي عليك. طيب نروح بقى لحاجه جديده برضو، معلش انا اسف، احنا هنفضل ضاغطين على حضرتك نطلع اكبر استفاده ممكن. حضرتك برضو قلت من شويه مصطلحات زي اللين والاجايل والقارونه بينهم، وقلت السكس سيجما. تمام. دي حته يعني عند الناس فيها دايما ارتباك كده، يعني مثلا لين 6 سيجما، لين 6 سيجما يعني انا زي ما قلت لك هي العمليه كوميرشالي بشكل اكبر. تمام. ولكن هي زي ما احنا قلنا هي تولز بتستخدم او تكنيكس او فريم ورك زي ما يكون بيستخدم للتحسين. حلو. تمام. فانا اللين دايما عندي ايه؟ هو بيتكلم على الناحيه بتاعه الويست ريدكشن. تمام. انا عايز كل حاجه ما يبقاش فيها ويست، بحيث ان انا في الاخر اقدر ان انا اعمل العمليات بتاعتي بشكل اسهل، بشكل تكلفته اقل، كل الكلام ده. السكس سيجما رئيسيا بيركز على الفاريشن ريدكشن. بشوف ايه السورسز اوف فاريشن بتاعتي عشان اقدر اقللها، عشان اقدر ابريدكت بشكل اكبر. عشان كده لو انت جيت تشوف مثلا سلاسل مطاعم كبيره، لما تروح عنده انت النهارده بتروح عنده، هو بيبقى عارف ان الاوردر بتاعك ده هيتسلم وزن مثلا من 10 دقائق ل 12 دقيقه، فهو بيقول لك الانفورميشن، بيقول لك انا من 10 ل 12 دقيقه. هو بيقول لك الانفورميشن دي ازاي؟ لانه هو درس العمليات بتاعته بشكل كبير، وقادر يعمل continuous flow اللي هي جايه من اللين بشكل كبير، وقادر ان هو يبريدكت الاوتبوت بتاعه ممكن يطلع في وزن تايم قد ايه. فهو حاسب الفاريشن ممكن يحصل منين والسورسز بتاعته ايه ويعمل الكلام. دايما بيعلمونا ان اللين easy to see difficult to fix. سهل جدا تشوف الهادر، بس صعب جدا ان انت تصلحه او تحسنه. ليه؟ لانه مرتبط بالثقافه بتاعت الناس. الوجهه الثانيه بتاعت السكس سيجما difficult to see easy to fix. ليه؟ معتمد اكتر على الديب اناليسيس، statistical techniques تقدر تعملها. بعمل انوفا، بعمل ريجريشن، بعمل ديزاين اوف اكسبيرمنت، حاجات كتيره جدا. بس جاست ان انت عرفت الروت كوز تقدر فيري ايزي ان انت تغيره، فالبروسيس بتاعتك تتحسن بشكل كبير جدا. فده الكور ما بين اللين والسكس سيجما. طب انا محتاج ايه؟ محتاج الاثنين. كان الاول نتكلم على اللين ونتكلم على السكس سيجما، لا اتعمل لهم ميرج. حتى في السيرتيفيكيشنز دلوقتي يقول لك ايه؟ لين 6 سيجما. ليه؟ لان انت فعلا محتاج الاثنين. انت لما هتخش تعمل ديب اناليسيس وترفع الكرنت ستيت لبروسيس معينه او لحاجه معينه، هتلاقي ان انت محتاج في حته تظبطها باللين تولز، ومحتاج ان انت تشتغل بالسكس سيجما عشان تظبط حته تانية. فالاثنين ميرجد مع بعض. فالموضوع زي ما قلت لك هي تولز انت بتستخدمها في المكان اللي انت محتاج. البي دي سي اي او البيديكا يعني هو فريم ورك مثلا اللين بيتبناه عن السكس سيجما. هي بص، هي زي ما قلت لك هي طريقه انت بتفكر بيها او تشتغل بيها. بلان دو تشيك اكت، صح. هو هناك يمكن في السكس سيجما هو مديك يعني فريم ورك خطواته واضحه في الديفاين فيز. انا بعمل ايه وايه وايه، انا ازاي بعمل بروجكت تشارتر، ازاي ان انا بشوف الفويس اوف كاستمر بتاعي، ازاي ان انا بشوف الكريتيكال تو كواليتي، ازاي ان انا بعمل داتا كولكشن بلان وميجرمنت سيستم فاليديشن. انت واخد بالك؟ وازاي بتروح من ان انت يبقى عندك بوتنشال اكسس ان انت تبقى عندك فايتال اكسس، وازاي تفاليد الكلام ده كله، وازاي توصل ان انت تعمل كنترول بعد ما انت عملت الموديلنج اللي هو ادالك ووراك ان كل ان الفاكتورز اللي انت خدتها فعلا هي
اللي بتأثر على الواي بتاعتك او بتأثر على الخارج بتاعك، واداك حتى ريليشن تعرفك ان الموديل بتاعك ده فاليد ولا مش فاليد. مظبوط. انت واخد بالك؟ فهي لا يعني هو يعني انا هتبنى بس ديتيلد. هتبنى وجهة النظر الاخرى اللي بتقول مثلا والله هو 6 سيجما كويسه جدا ولكن ليها مشاريع محدده طبعا اللي هي لازم مكلفه. لازم تبقى عندك، بص لازم تبقى فاهم ان انت عندك فاكتورز كتيره، ما انتش عارف الفاكتورز اللي بتأثر عندك، محتاج تبني الموديل اللي انت بتعمل بيه الكلام ده كله. لكن لو انت حاجه بميثود بسيطه بستاتستيكال تولز بسيطه هتقدر تعملها، لا انا مش هموف لدمايج بروسيس ولا لاكبر من كده وانا الموضوع عندي فيري كلير. مظبوط. لان يعني صح ولا ايه؟ صح. لان انت عشان تمانج بروجكت 6 سيجما فعلا لازم يبقى عندك ناس كواليفايد لده عشان تقدر تبني الكلام ده. فانت مش اي حاجه هتروح تموف ليها يعني. هي يعني في تول حلوه جدا جوه ال6 سيجما. انا يعني انا بغض النظر عن اي شيء حتى لو ما خدتش السيرتيفيكيشن التولز اللي بتتعلمها بتبقى مفيده يعني. في تول يعني بصراحه بعتبرها عظيمه عظيمه عظيمه، اعظم تول في ال6 سيجما من وجهه نظري هي البروسيس كابابيلتي. تمام. اصل الحته دي شويه يعني فيها شويه تفاصيل. تمام. بمعنى انت الاول ما بتيجي تشوف اي بروسيس، احنا قلنا ايه الانمي بتاعت اي بروسيس؟ هي الفاريابيليتي. مظبوط. مش بس الفاريابيليتي، الجزئيه بتاعت ان انا ما اقدرش ابريدكت اللي جاي ايه. صح كده؟ فانت ما تيجي تاخد بروسيس بتقوم شايف البروسيس بتاعتك دي، طب البروسيس دي الاول كنترولد ولا مش كنترولد؟ مظبوط. فكنترولد انا هعرف اتوقعها، صح؟ ان كيس ان الكنترولد بروسيس مش شرط تبقى كيبل، ومش شرط ان البروسيس الكيبل تبقى كنترول هي كنترولد. فانت لازم تعرف الاول المشكله بتاعتك هي ايه. لما كانوا دايما يعلمونا يقول لك انت العمليه بتاعتك مشكلتها فين؟ هي فيها فاريانس عالي ولا فيها شيفت؟ ايه اللي بيحصل؟ طيب انا معلش هحاول اخد الحته دي واحده واحده، معلش تمام. هندسه يعني استحملني. انا الكنترولد اللي هي الفويس اوف بروسيس نفسها اللي هي الابر كنترول الكنترول ليميتس مظبوط بتيجي من الداتا بتاعتك، من حلو. اللي عشان كده بنسميها الفويس اوف بروسيس. تمام. ده ملوش علاقه بالسبيسيفيكيشن صح كده؟ السبيسيفيكيشن ده هي مينلي ديزاينر، بجيبها بقى من المواصفه بتاعه المنتج طبعا او من طبعا الستاندرد الدولي اللي طبعا. بيحكم المنتج ده. مينلي الديزاينر بيصمم بسبيكس معينه، صح كده؟ مظبوط. السبيكس دي ريليتد هو عارف السيستم بتاعه مصممه ازاي، تمام. فالبروسيس دي لازم الاوتبوت بتاعها يبقى بالشكل الفلاني عشان في الاخر خالص انا لازم اساتسفاي الكاستمر، لازم البرفورمانس بتاعي يبقى سليم. حلو. صح كده؟ فعشان كده حضرتك بتقول كنترولد معناها ان ممكن تبقى البروسيس الليميتس بتاعتها النقط اللي انا اخدتها او القراءات اللي انا اخدتها جوه الليميتس بتاعتها، بس ده ممكن ما يبقاش له علاقه بالسبيسيفيكيشن دلوقتي. ممكن ابقى كنترولد ومش كيبل، مش قادر احقق السبيسيفيكيشن. طبعا صح طبعا كده؟ طبعا طبعا. تمام. ولازم تفهم ده كويس، ولازم اي بروسيس وانت بتشتغل عليها وانت بتعمل داتا كولكشن لازم يبقى فيها ريفرنس. مظبوط. يعني انا النهارده ما انت في الاخر انت عرفت ان انت اوت اوف كنترول، بس انت مش عارف الريفرنس بتاع القراءات بتاعتك ده جاي منين. عشان كده في حاجه اسمها راشونال سب جروب، قصص في الاخر انت عايز توصل ان انت ازاي تبقى كنترولد وكيبل. انا حابب بقى اوضح اكتر يعني معاك الكنترول ده معناها كده ان انا اقدر ابريدكت البروسيس بغض النظر انا عارف سلوك البروسيس بتاعي شكله ازاي. حلو كده. يعني ايه، بلاش نقول الرينج، الاوتبوت بتاعي بيتحرك منين لفين. والتول اللي ممكن الزملاء يبحثوا عنها هي الكنترول تشارت. طبعا. وفي تايبس كتيره للكنترول تشارت، اعتقد يعني الموضوع كلير. تمام. وزي ما قلت لك لما نرجع للحته دي هتلاقي في حاجات في التكنيكس الجديده والالجوريزمز الجديده بتاعت الاي اي تساعدني هي اصلا مبنيه جواها الحاجات دي. صح. يعني احنا ما نفتكرش ان الاي اي ده مبني على حاجات جديده بس، لا ده هو بياخد دي بس بيعملها بشكل تاني. انت يعني ايه، انت خليت الالجوريزم يشتغل بيها. ايوه. زي ما قلت لك في الانومالي ديتكشن هو بياخد الباترن، وبعد ما يبقى عنده الباترن خلاص هو عارف الاوتبوت بتاعه بيطلع بشكل عامل ازاي. لما يحصل حاجه مختلفه يبتدي يديك تريجر يقول لك دي فين، دي حصل فيها كذا.
فاهم انا اقصد ايه ايه؟ اللي في الكنترول شارت النقطه اللي بره الليميتيشنز؟ مش بس اللي بره الليميتيشنز في الكنترول شارت، احنا مش بس اللي بره الليميتيشن هو ده الاوت اوف كنترول، في حاجات تانية، في يعني في لو الداتا بتتجمع في اتجاه معين او في أيوة. ترند معين وات ايفر ايه اللي بيحصل كله، فده في يعني حاجات كتيره نقدر نقول عليها ساعتها اوت اوف كنترول. تمام. وكيبابل معناها ان البروسيس دي بتميت الكاستمر ريكويرمنت، بالظبط. صح كده؟ طيب طب لو انا ببص اروح فين الاول؟ لا، انا عايز البروسيس بتاعتي Controlled. تبقى كنترولد الاول. مظبوط. لو البروسيس بتاعتي كنترولد هشوف ايه اللي ممكن يكون عامل الفاريشن او مؤثر على الفاريشن، اقدر ان انا احله، يبقى انا بقيت كنترولد وكيبل. هل ممكن اوصل ان اغير البروسيس اصلا لو مش كيبل؟ وارد، لو انت بقى خدت كل احتياطاتك او كل الديب اناليسيس بتاعك ولقيت كده، ولقيت ان فعلا بقت البروسيس بتاعتك خلاص حصل لها، بقت ديبريشيتد بشكل معين، المكنه بتاعتي ما بقتش قادر اعمل الكلام ده، فانت بتاخد قرار في الحاله دي ان انت هتعمل ايه. هتشوف بقى انا دلوقتي بخسر قد ايه، طب المكنه بتاعتي دي اللايف تايم بتاعها قد ايه، طب اعتماديتي على المكنه دي قد ايه ان هي تقدر تطلع لي الاوتبوت اللي انا عايزه، انت واخد بالك؟ فانت يعني الديفرنت كرايتيريا دي انت بتاخدها عشان تقدر تاخد بيها ديسيجن، ولما تاخدها انت بالطريقه دي وتصعد قرارك لحد ديسيجن ميكر هيبقى فاهم هو بيعمل ايه. تمام، صح كده؟ طيب في اللين بقى دايما مشهور يقول لك اللين ميك تو اوردر مش ميك تو ستوك. بص يعني ايه اصلا ميك تو اوردر؟ بص هقول لك على حاجه، يعني اللين من احد الحاجات اللي هو بيبص عليها ان هو عايز ايه، عايزك دايما تبقى شغال بول. يعني انا ايه، انا بنتج بناء على طلب العميل، صح كده؟ وعايز ابقى وان بيس فلو. مظبوط. صح، بس لازم تبقى فاهم قدرات ويعني ايه والمتغيرات اللي موجوده في السوق بتاعك. يعني انا النهارده لو انا في سوق مثلا، العميل بتاعي لما بيجي يطلب اللابتوب بتاعه هو ماتيور انف ان هو هيدخل يطلب السبيكس بتاعته، تمام، وينتظر 10 ايام يجي له اللابتوب بتاعه. حلو، صح كده؟ في الحاله دي انا لو شغال ميك تو اوردر اوكي فاين، صح. لكن انا النهارده لو العميل النهارده بينزل عايز يشتري اللابتوب، فهينزل يشوف اللي افيلبل في الماركت ايه ويشتريه. الله، طب انا في الحاله دي لو انا اشتغلت بقى ميك تو اوردر بس، يبقى انا هخسر العميل ده، ممكن اخسره. مظبوط، صح. ولكن انت المفروض بتعمل ايه؟ انت بتبقى عارف الماتيوريتي ليفل بتاعه الماركت بتاعك. في ناس ممكن تشتغل معاها ميك تو اوردر، ناس ممكن تشتغل معاها ميك تو ستوك، فالاستراتيجي مش بيور ميك تو ستوك او بيور ميك تو اوردر، انت لازم تبقى فاهم ده. انا ممكن اطبق الميك تو اوردر جوه المصنع في الويب مثلا قدر الامكان، يعني على حسب برضه، يعني زي ما قلت لك على حسب. اصل هي الميك تو اوردر والميك تو ستوك ملي مع الفاينل برودكت. مظبوط، يعني ملي هي هتبص على الفاينل برودكت، لان انا بتارجت الكاستمر بتاعي انا هشتغل معاه ازاي، واخد بالك؟ بس فهي ما في برضه، لو انا النهارده بتعامل مع عميل كبير، حاجه كبيره مثلا زي كارفور مثلا فور اكزامبل، يعني انا ممكن اشتغل معاه ميك تو اوردر. ايه المشكله؟ ايوه صح. ليه؟ لانه عارف هو الديماند بتاعه، عارف انه هيجي في وقت معين هيطلب مني ايه بالظبط. لان خد بالك برضو الميك تو اوردر بيسيف ماني. طبعا. ليه؟ انا بنتج الحاجه بناء على الطلب، صح كده؟ فطلعت من عندي، لا عندي بقى هولدنج كوست ولا عندي، لا بطلعها على العميل بشكل معين. وبرضو بتفيد بتفيد العميل ان هو الحاجه يعني ايه هتجيله زي ما احنا بنقول كده، ايه طلعت وراحت له على طول، فالدنيا ايه الدنيا يعني مفيش لا ديفكت ولا في الكلام ده كله، مفيش ويست في انت واخد بالك؟ فزي ما قلت لك احنا دايما انت بتبقى عارف انت بتعمل ايه وبتارجت ايه، وكل واحد انت هتشتغل معاه ايه، تمام. واللي ينفع في سوق ما ينفعش في سوق تاني. فانت لازم تبقى عندك الديبندس، كل حاجه الديبندس. اشتغل ميك تو ستوك ولا بشتغل ميك تو اوردر، الديبندس. يعني في رول اتعلمتها من حضرتك برضو زمان يعني، وما زالت لازقه في دماغي لحد حالا، اللي هي ممكن تحط ويست صغير تشيل بيه ويست كبير. طبعا يعني. ده اللي احنا بنتكلم عليه، التريد اوف. التريد اوف مهم جدا. انا لو انا اتعلمت ازاي اشوف الويست وقيمته ايه وبيخسرني ايه، صح، هعرف ان انا ممكن اصنع ويست بايديا عشان اسيف ويست تاني.
لنقطة معينة لما ابقى mature enough وكاببل البروسيس بتاعتي كاببلز ان انا اشيل الويست ده اقدر اشيله. فده مهم جدا ان انت تبقى على دراية بالبيزنس بتاعك، بالريكويرمنت بتاعته، بمتغيراته. ده مهم جدا. طيب يعني 3 دروس حضرتك استفدتهم في حياتك العمليه. 3 دروس استفدتهم من حياتي العملية. هقول لك درس انا اتعلمته. دايما خش على المشكلة، شوف المشكلة فين واجري عليها. تمام؟ يعني لما تبقى في مشكلة ما تبصش المشكلة دي لو مش تبعي انا مش عايزها، لا، احنا تيم ورك. اجري على المشكلة. وما فيش مشكلة ان انت تغلط على فكرة. يعني انت لو اشتغلت 10 شغلانات ممكن تغلط في واحدة. وعلى فكرة ما فيش حد بيكبر الا لما يبقى في حد واقف في ظهره وغلط، والاكبر منه عارف ان هو غلط وحماه. يعني انا جيت قلت الراجل اللي عندي غلط، بس انا لازم الراجل يبقى فيه كده وانا شايل المسؤوليه، ما عنديش اي مشكله. فانت خلي دايما المشكله دي فرصه، المشكله دي مش حاجه انا اجري منها. تمام. النقطه كمان دايما don't point to others. ما تشاورش على الناس، ما تقولش اصل هو ما بيعملش، اصل هم مريحين، اصل انا اللي تعبان. انت ما تعرفش هم بيعملوا ايه. الناس دي شغاله، والناس دي ممكن تكون شغاله شغل قوي جدا وليه امباكت كبير جدا على البيزنس، فما تستهونش بحد. تمام. النقطه الثالثه والمهمه ان اي نجاح هو مش نجاح شخصي. انت اخترت ان انت تشتغل في اورجانيزيشن، فما تختار ان انت تشتغل في اورجانيزيشن لازم تعرف ان احنا فريق. يعني ممكن وانت في بدايه حياتك تبقى الدنيا واخداك شويه ان انت عايز تثبت نفسك، لكن في الاخر انت هتعرف كويس مع الايام ان النجاح هو نجاح الفريق كله. الفريق نجح احنا كلنا نجحنا. عمري ما هبقى ناجح لوحدي والناس اللي جنبي مش ناجحه. تمام. ده يعني بريفلي كده لان انا طبعا مش مرتب. تمام. طيب احنا تقلنا على حضرتك انا عارف، تحت بس امرك طبعا. ده اخر سؤال. اتفضل يا فندم. الرود ماب اللي حضرتك تنصح بيها اي مهندس، يعني ممكن نختصرها في كلمه حلوه كده، نقول ازاي ابقى زي مهندس محمود عصفور، مدير مصنع مثلا وسكيلد وعندي علم وفي نفس الوقت مدير ناجح بعد مثلا 10 15 سنه. بص انا هقول لك على حاجه يمكن هرجع لورا شويه. تمام. دايما احنا في القاهره وفي الاقاليم. حلو كده. دايما الناس في القاهره بيبقوا اوير اكتر اللي بيحصل عن الاقاليم. فبتيجي من الدراسه في الاول خالص تلاقي الناس تلاقي الناس عارفه هي عايزه ايه. عارف ان هو عايز يطلع مهندس او عايز يطلع دكتور او عايز يطلع طيار او عايز يطلع زي ما يكون رسام. فده بيبقى هو عنده هو قادر يحدد ده وعنده الماتيور انف ان هو يقدر يعمل ده. تمام. كذلك في المجال الهندسي الموضوع مش كبير قوي على فكره. في وجهه نظري انت لازم تبقى عارف انت عايز ايه. انت لازم تبقى عارف التراك اللي انت عايزه من بدري، ولازم يبقى لك منتور انت بتستشيره وناس بتثق فيها بتستشيرها توجهك انت المفروض اعمل ايه. في الوقت اللي احنا فيه ده الله اعلم بكره فيه ايه، بس انت النهارده لو مهندس هندسه صناعيه لازم تبقى عارف ان المودرن تكنولوجي او التكنولوجيا الجديده لازم تبقى عندك الحد الادنى منها. تمام. لازم تبقى فاهم IoT كويس، لازم تبقى فاهم AI كويس، لازم تبقى عندك الكومبتنسز كويس زي ما اتكلمنا قبل كده. لازم تبقى فاهم ان انت جوه تيم، التيم ده لما بينجح انت بتنجح وربنا بيكرمك. مفيش حد بقى وصل ان هو بقى مدير ولا CEO حتى علشان هو احسن واحد. هو ربنا سبحانه وتعالى وفقه ان هو يبقى في المجال ده، بس انت ابذل مجهود. دايما ابذل مجهود. اعرف دايما ان انت صغير كبرت مهما كان انت لازم دايما تتعلم، لازم دايما تتعلم الجديد ايه. انت واخد بالك؟ والعلم ده احنا مكلفين بده اساسا. تمام. فانا ما بقتش انا مدير عشان انا احسن واحد، لا، ربنا سبحانه وتعالى رزقني بده، وربنا رزقني ان انا اجتهد بشكل معين، فانت بتبان بشكل معين، فده بيوصلك ان انت تبقى احسن واحسن واحسن. تمام. انت واخد بالك؟ ودايما زي ما اتكلمنا
خليك دايما مبادر. إمم. في مشاكل روح على المشاكل. المهندس في العصر الحديث لازم يستخدم الداتا مهمة جدا جدا جدا. ان انت تبقى result oriented مهم جدا جدا. ان انت تبقى focus مهم جدا جدا. ان انت تبقى balanced تبقى مهم جدا جدا. ان انت تبقى شايف حواليك كويس، تبقى عامل زي كده اللي قاعد في المدرجات شايف كل الاحداث اللي بتحصل حواليه. اهم. انت واخد بالك؟ ده مهم. التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يبقى كاتب لك رزق معين، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت اللي في ايدك ان انت تجتهد، تبقى فوكس، تبقى عارف انت عايز ايه، تبقى عندك بلاننج كويس انت بتعمله تمام للتراك اللي انت عايزه. لازم تفهم ويبقى عندك نوليدج عن كل المجالات اللي انت عايز المتاحه واللي انت عايز تشتغل فيها، وتحدد تراك من بدري انت عايز تشتغل فيه. ده هيأثر عليك وقت طويل جدا جدا جدا، بدل ما تدخل في الدوامه ان انت عمال تتنقل من هنا لهنا لهنا لهنا، تغير المجالات اللي انت بتشتغل فيها بشكل كبير جدا. ده مش هيفيدك قوي. إمم. اكيد التغيير بيفيد، بس مش هو ده اللي هيخليك تبقى ستار او كده. اهم. تمام. تمام. بس زي ما يعني الكلام بسيط، ولكن هو ده اللي انا يعني ده اللي انا شايفه يعني. طب كتب يعني مثلًا كتابين 3 كده ترشحهم لنا في الهندسة الصناعية، غير learning OTC خلاص يعني. والله بص هقول لك على حاجه. طبعا الكتاب بتاع تويوتا واي من الكتب الكويسه. ان انت تذاكر حاجه في الاوبريشن ريسيرش مهم جدا. اهم. ان انت تقرا في الاوبتمايزيشن مهم جدا. اهم. تمام. كل الكلام ده هيفيدك ان انت دايما تحط نفسك في القالب اللي انت بتتعلم. تمام. بس. تعبناك معانا يا هندسة. تحت امرك يا باشا. تحت أمرك. شكرًا جزيلًا تحت لحضرتك، امرك. ويعني معلش تعبناك معانا، تحت امرك. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من أركيد جنبة بودكاست.